نفر هيرو، تمثال كا-عبر، ده واحد من أجمل التماثيل اللي موجودة في المتحف المصري القديم. كا-عبر كان كاتب وكبير الكهنة المرتلين، عاش في عصر الأسرة الخامسة دولة قديمة. هو من التماثيل النادرة المصنوعة من الخشب، ومش أي خشب، خشب الجميز. التمثال بيصور ملامح الوجه الحقيقية لكا-عبر وتفاصيل جسمه زي ما هي، رغم إن هي كانت غير متناسقة. وده طبعا بيتعارض مع أسلوب المثالية اللي كانت بتتميز بيه أغلب تماثيل الدولة القديمة. بس هنا الفنان حب يبقى واقعي ويمثل كا-عبر زي ما كان في الواقع. التمثال اتعمل بدقة بالغة وبراعة متناهية، وده واحد من أوائل التماثيل اللي استخدمت فيها المفصلات الخشبية زي ما احنا شايفين في الصورة لربط الذراع بجسم التمثال. تم تطعيم العيون بحجر الكوارزيت الأسود والبلور الصخري، والجفون حواليها اتعملت من النحاس. وده بيخليك تحس إن نظرة التمثال كأنها نظرة شخص حي، شخص من الأحياء فعلا، دليل على إبداع الفنان المصري القديم وقدرته على تصوير الواقع. التمثال ده اكتشفوه مجموعة من العمال المصريين، اكتشفوه في المصطبة بتاعت كا-عبر في سقارة، وهم لاحظوا ان في تشابه كبير جدا بين كا-عبر وبين شيخ البلد بتاعهم اللي كان لسه متوفي من ايام قبل ما يكتشفوا هذا التمثال. فراحوا اطلقوا على التمثال اسم شيخ البلد، مع ان دي مش وظيفته، هو كبير كهنة مرتلين زي ما قلنا. كا-عبر بيعتبر أيقونة من أيقونات التماثيل الغير ملكية اللي موجودة في المتحف المصري القديم.